يا ترى عمرك حسيتي إن العصبية خطفتك؟ يعني كده من غير مقدمات، فجأة تلاقي نفسك بتزعقي، بتصرخي، أو حتى بتعيطي وانتي مش فاهمة ليه. ولا يمكن لقيتي إيدك بتكسر حاجة أو صوتك بيعلى من غير قصد. وبعدين تيجي اللحظة دي، الندم واللوم والسؤال اللي بيقعد يزن في دماغك: هو أنا ليه كده؟ ليه مش عارفة أتحكم؟ بس لحظة واحدة، أنا عايزاكي تسمعيني كويس. العصبية اللي بتطلع منك مش معناها إنك ضعيفة، ولا معناها إنك وحشة، ولا إنك مش قادرة تسيطري. العصبية دي صفارة إنذار، جسمك بيصرخ، بيقولك أنا تعبان، اسمعيني. وعشان كده الفيديو ده مش هنتكلم فيه نظري، ومش هنقول كلام مثالي ولا حلول من بتوع خدي نفس عميق وكل حاجة هتبقى تمام. لأ، أنا هديكي خطة حقيقية، خطة تنفع وانتي وسط الزحمة، وانتي في الشغل، أو حتى وانتي في أزمة. خطة بسيطة، خطوة بخطوة، عشان تطفي النار اللي جواكي وتحوليها لهدوء وسلام. بصي، تخيلي إن العصبية دي زي الحلة اللي على النار. عارفة البخار اللي بيتجمع جواها؟ هو ده بالظبط كل الضغوط اللي شايلاها جواكي طول اليوم. ضغط الشغل، مسؤوليات البيت، طلبات الولاد، الناس اللي دايما عايزين حاجة وانتي دايما بتقولي حاضر. البخار بيزيد بيزيد بيزيد، ولما ما بيلاقيلوش طريق يخرج منه الحلة بتفور، وساعتها انتي اللي بتنفجري. انتي مش بتختاري تتعصبي. مفيش حد بيصحى الصبح يقول أنا ناوية أزعق النهاردة. الموضوع مش بإيدك، بس جسمك بيصرخ وبيقولك أنا مش قادرة تاني. المشكلة بقى إن المجتمع بيخلينا نحس إن العصبية دي عيب، وإن الست الشاطرة هي الهادية المسالمة اللي ما بتغلطش. بس الحقيقة إن العصبية مش علامة ضعف. العصبية إشارة، رسالة من جسمك وعقلك بيقولولك فيها أنا تعبان، أنا مضغوط، أنا محتاجك تسمعيني مش تهاجميني. ولما تبتدي تبصي للعصبية كده، هتلاقيها مش عدو، دي منقذة، جاية تنبهك مش تكسرك. خليني أقولك، العصبية مش بس إحساس، دي رسالة، وكل رسالة وراها قصة. العصبية دي مش بتطلع كده وخلاص، دي وراها حاجات كتير متخبية. 1. أنا مرهقة. أكتر سبب للعصبية اللي بتيجي فجأة هو الإرهاق. لو مش بتنامي كفاية، لو مضغوطة في الشغل والبيت، لو كل اللي بتعمليه إنك بتجري طول اليوم ومفيش وقت لنفسك، جسمك وعقلك بيوصلوا لمرحلة ما بيقدروش يستحملوا أي حاجة زيادة. فتلاقي نفسك بتتعصبي على أتفه الأسباب، زي كوباية مية اتدلدقت. 2. أنا خايفة أو قلقانة. ساعات العصبية بتبقى قناع للخوف والقلق. قلقانة على ولادك، على مستقبلك، خايفة ما تقدريش تعملي كل المطلوب منك، خايفة من المجهول. والخوف ده بيخلق توتر داخلي بيطلع في صورة عصبية مفاجئة. ودي أكتر واحدة بتوجع. 3. أنا مش مقدرة. كم مرة حسيتي إنك بتدي وبس، ومفيش تقدير للي بتعمليه؟ بتشيلي مسؤوليات كتير وبتتعبي، وفي الآخر بتحسي إن مجهودك مش متشاف. الإحساس بعدم التقدير ده بيتراكم ويتحول لعصبية بتطلع على أقرب حد ليكي. 4. طاقتي استنفدت. وصلتي لمرحلة إن مفيش نقطة طاقة زيادة عندك، كأن بطاريتك فاضية خالص وما بقاش عندك قدرة تتحملي أي ضغط إضافي. دي دعوة صريحة من جسمك إنك محتاجة إعادة شحن وتوازن. العصبية ساعات بتبقى آخر نقطة بتنقذك من الانهيار، كأنها آخر سطر بتقولك كفاية بقى، اسمعيني. طيب، دلوقتي إحنا فهمنا إن العصبية دي رسالة. نرجع بقى للسؤال المهم، نعمل إيه؟ وقت ما الإشارة دي بتظهر، أتعامل إزاي؟ أول وأقوى أداة هنتعلمها دلوقتي اسمها الوقفة الواعية. ودي الخطوة الأولى اللي هتساعدك تسيطري على الموقف قبل ما هو اللي يسيطر عليكي. يعني أول ما تحسي إن في شرارة عصبية جاية، زي مثلاً شد في عضلاتك، ضربات قلبك بتزيد،
أو حتى إحساس كده داخلي بيقولك أنا خلاص فاض بيا. خدي نفس عميق كده ويلا نجرب سوا دلوقتي. اللحظة دي وقفي كل حاجة بتعمليها، حتى لو دقيقة واحدة بس. وقفي، يعني قولي لنفسك ستوب، ما تتحركيش، ما تتكلميش، ما تفكريش حتى في اللي معصبك دلوقتي. 2. تتنفسي. حطي إيدك على قلبك وخدي 5 أنفاس عميقة وبطيئة من بطنك. شهيق من مناخيرك وعدي لحد 4. احبسي النفس وعدي لحد 2. وزفير طويل من بقك وعدي لحد 6. صدقيني، اللحظة الصغيرة دي ممكن تغير اليوم كله. 3. لاحظي، ركزي في جسمك، حاسة بإيه؟ هل في شد في رقبتك؟ في حرارة في وشك؟ في تنميل؟ بس لاحظي من غير ما تحكمي على نفسك، خليكي بس شايفة ومدركة. 4. اسألي نفسك سؤال واحد بسيط: إيه الرسالة اللي العصبية بتحاول توصلها لي دلوقتي؟ هل أنا مرهقة؟ هل خايفة؟ هل في حاجة مضايقاني؟ الوقفة البسيطة دي بتهدي جهازك العصبي، بتبعتي له رسالة بتقولي له فيها إحنا مش في خطر، إحنا في أمان، وإحنا لسه ماسكين زمام الأمور. بس 5 أنفاس مش هياخدوا منك دقيقة، بس ممكن ينقذوا يومك، علاقتك، أو حتى صحتك النفسية. العصبية دي طاقة، وطاقة لو ما طلعتش بتفضل تتخزن جواكي لحد ما تيجي لحظة وتنفجر، وساعتها بتطلع في وش مين؟ في وش اللي بنحبهم. علشان كده لازم نتعلم نعمل حاجة اسمها التفريغ الآمن للطاقة دي، يعني نطلع العصبية دي بطريقة آمنة وصحية من غير ما نأذي حد ومن غير ما نكبتها جوانا. أول طريقة الفضفضة على الورق. الورقة والقلم دول هيبقوا أقرب أصحابك. كل يوم خصصي حتى 10 دقايق بس. امسكي ورقة واكتبي فيها كل اللي مضايقك، كل الأفكار اللي بتزن في دماغك، كل الكلام اللي نفسك تقوليه ومش عارفة. اكتبي من غير فلتر، اكتبي كأن محدش هيقرأها ومحدش هيحكم عليكي. اكتبي كل حاجة حتى لو شكلها تافه أو مش منطقية. الورقة مش هتقولك عيب ولا هتجادلك ولا هتغلطك، الورقة هتسمعك، وده أوقات بيكون كل اللي محتاجينه فعلاً. هتتفاجئي بعد شوية إن الأفكار اللي كانت عاملالك زحمة جوه دماغك بدأت تصغر، بدأت تفقد سيطرتها عليكي. تاني طريقة التفريغ الجسدي الآمن. جسمك بيشيل التوتر حرفياً، يعني التوتر مش بس في دماغك، التوتر بيتخزن في عضلاتك، في صدرك، في ظهرك، وساعات تحسي إن جسمك نفسه عايز يصرخ، مش بس قلبك. الحركات البسيطة دي بتدي لجسمك إذن إنه يطلع الطاقة اللي جواه. امشي بسرعة شوية، ارقصي على أغنية بتحبيها، نطي في مكانك كأنك طفلة صغيرة بتلعب. لو لوحدك صرخي في وسابق أو غني بصوت عالي جداً. اضغطي بإيدك على كورة مطاطية أو حتى اضغطي بإيدك على راحة التانية بشدة وبعدين سيبيها. الفكرة مش في نوع الحركة، الفكرة إنك تسمحي للطاقة تتحرك وتخرج بدل ما تتخزن وتنفجر في لحظة مش محسوبة. ساعات العصبية بتكون ملخبطة قوي، يعني انت حاسة إنك متضايقة ومتوترة بس مش قادرة تحطي إيدك على السبب الحقيقي، وده في حد ذاته بيزود الإحساس بالقهر. علشان كده عايزاكي تعملي تمرين بسيط جدا، قائمة أنا تعبانة من إيه. جيبي ورقة وقلم واكتبي كل حاجة، كل تفصيلة، حتى لو كانت صغيرة أو شكلها تافه. مفيش حاجة تافهة لما تكون بتحمليها لوحدك. اكتبي كده بالراحة: أنا تعبانة من ضغط الشغل،
تعبانة من طلبات الولاد اللي مش بتخلص؟ تعبانة من إني بحاول أرضي كل الناس؟ تعبانة من إحساسي بالوحدة؟ تعبانة من إني دايماً اللي شايلة كل حاجة لوحدي؟ تعبانة من إني مش باخد تقدير؟ تعبانة من قلة النوم، من قلة الوقت لنفسي، من إني حاسة إني مش كفاية. حتى لو مش متأكدة من السبب، اكتبي. كتابة إيدك ساعات بتعرف اللي عقلك لسه مش قادر يعبر عنه. مجرد إنك تشوفي الحاجات دي مكتوبة قدامك، ده بيخليها أوضح وبيخلي التعامل معاها أسهل. القيمة دي مش بس وسيلة للتفريغ، دي أول خطوة للفهم، وأول خطوة إنك تمدي إيدك لنفسك وتطبطبي عليها، بدل ما تفضلي تقولي أنا ليه كده؟ طب لو كل ده ما كانش كفاية والعصبية وصلت لمرحلة الانفجار وإحساس إنك خلاص مش قادرة تمسكي نفسك، دي اسمها خطة الطوارئ. اللحظة دي خطيرة، لأن أي كلمة هتتقالي ممكن تكسر، وأي فعل ممكن تندمي عليه بعدين، وعلشان كده لازم تنسحبي فوراً. 1. الانسحاب الفوري. 3 ثواني قرار. أول ما تحسي إنك هتفقدي أعصابك وإنه مفيش تحكم خلاص، خدي قرار فوري بالانسحاب. لو كنتي بتتكلمي مع حد، قولي ثواني بس وهرجعلك. روحي أوضة تانية، الحمام، البلكونة، أي مكان تقدري تبقي فيه لوحدك ولو لدقيقة واحدة. 2. النفس العميق مرة تانية. أول ما تنسحبي، خدي 5 أنفاس عميقة زي ما اتعلمنا قبل كده. الأنفاس دي هتهدي جهازك العصبي بسرعة وتفصلك عن الانفعال. 3. الحضن الذاتي. في اللحظة دي، حطي إيدك على قلبك أو أضمي نفسك. عارفة الحضن ده؟ كأنه حضن من أم لنفسها، بيطمنك إنك مش بتنهاري، إنتي بس محتاجة لحظة أمان. وكرري لنفسك بصوتك الداخلي: أنا بخير، أنا آمنة، أنا قادرة أعدي اللحظة دي. بعد ما بنعرف نسيطر على لحظة العصبية، لازم نرجع ونسأل نفسنا: طيب إيه اللي بيخليني أوصل للدرجة دي أصلاً؟ وده معناه إننا محتاجين نعالج الجذور اللي بتسبب العصبية، مش بس نطفي النار كل مرة تولع. ودي شوية خطوات بسيطة بس بتفرق كتير. 1. اتعلمي تقولي لأ. ما تقوليش على كل طلب عشان محدش يزعل. كلمة لأ مش معناها إنك أنانية، بالعكس، لأ معناها إنك بتحمي طاقتك، وقتك، وراحتك. كل مرة بتقولي لأ لحاجة هتستنزفك، انتي بتقولي نعم لهدوءك وسلامك الداخلي. 2. اشحني بطاريتك. احنا بنهتم نشحن موبايلاتنا، لكن بننسى نشحن نفسنا. كل يوم خصصي وقت بسيط لنفسك، حتى لو 5 دقايق. اعملي حاجة بتحبيها، تشربي قهوتك في هدوء، تقري كام صفحة من كتاب، تسمعي مزيكا بتحبيها، أو حتى تبصي للسما وتتنفسي. الراحة مش رفاهية، دي وقود الرحلة. 3. نامي كفاية. قلة النوم من أكبر أسباب العصبية. جسمك المرهق بيكون دايماً على الحافة، وأي حاجة صغيرة بتخليه ينفجر. حاولي تنامي عدد ساعات كافي، حتى لو مش كل يوم، حاولي تعوضي نفسك. 4. خففي توقعاتك. انتي مش سوبر وومن، ومش لازم كل حاجة تبقى بيرفكت. خففي الضغط على نفسك، واقبلي إن الغلط وارد، وإن مفيش حد بيقدر ينجز كل حاجة لوحده وبأعلى جودة طول الوقت. الكمال وهم، والضغط عشان توصليله هو اللي بيولع جواكي. التحكم في العصبية مش حاجة بتحصل في يوم وليلة، ومفيش حد بيصحى الصبح بقى هادي ومتوازن. لكن كل مرة بتقفي فيها قبل ما تنفجري، كل مرة بتاخدي نفس بدل ما تزعقي، كل مرة بتكتبي بدل ما تكسري، هي دي اللحظات اللي بتغيرك فعلا. وعشان كده أنا جايبالك تحدي بسيط جدا بس تأثيره قوي. طيب،
تحدي الأسبوع ده، اختاري أداة واحدة بس من اللي اتكلمنا عنها وطبقيها كل يوم. يعني مثلا لو اخترتي الوقفة الواعية، يبقى كل يوم تراقبي نفسك أول ما تحسي بشرارة العصبية وتوقفي وتتنفسي. لو اخترتي الفضفضة على الورق، يبقى كل يوم 10 دقايق تكتبي فيهم كل حاجة مضايقاكي من غير فلتر. واحدة بس، مش لازم تعملي كل الأدوات مرة واحدة، بس التزام يومي صغير يساوي نتيجة كبيرة. نلخص الرحلة بسرعة. فهمنا إن العصبية مش عيب، دي رسالة من جسمك بتقولك اسمعيني. عرفنا إزاي نوقفها بلحظة وعي قبل ما تتحول لانفجار. اكتشفنا إن العصبية دي طاقة محتاجة تتفرغ بطريقة آمنة. بدأنا نفتح باب لفهم أعمق ونقطة بداية حقيقية للعلاج من الجذور. كل خطوة خدتيها في الفيديو ده هي خطوة ناحية راحة بالك وهدوئك. بصي، لو في حاجة لازم تخرجي بيها من الحلقة دي، فهي إنك مش لوحدك، وإن العصبية مش دليل إنك فاشلة، ولا إنك أم سيئة، ولا إنك إنسانة مش متحكمة في نفسها. هي بس علامة إنك مرهقة، محتاجة مساحتك، محتاجة تفهمي نفسك أكتر، ومحتاجة حد يسمعك من غير حكم. والنهاردة انتي بدأتي الخطوة دي فعلا. اللي جاي أهم، لأن دي كانت تاني حلقة من بداية رحلة الوعد، سلسلة هنتكلم فيها عن كل حاجة بتغلي جواكي ومحدش بيشوفها، عن الوجع اللي بيظهر في شكل عصبية أو صمت أو خنقة ملهاش اسم. بس إحنا مش هنقف عند الفهم، إحنا هنكمل مع بعض بخطط عملية بسيطة، خطوة خطوة، لحد ما توصلي للسلام اللي بتدوري عليه. علشان كده ما تنسيش تشتركي في القناة وفعلي الجرس عشان توصلك كل الحلقات الجديدة من رحلة الوعد أول ما تنزل. وسيبلنا في الكومنتات إيه أكتر حاجة حسيتي إنها كانت بتتكلم عنك؟ وإيه الأداة اللي قررتي تبدأي بيها النهاردة؟ كل تعليق بتكتبيه ممكن يساعد غيرك كمان يحس إنه مش لوحده. أشوفك في الحلقة الجاية، وخلي بالك من نفسك.